تخيل معايا الحلم ديالك تمشي لكاس العالم، تشوف المنتخب ديالك، تعيش الاجواء وتشجع مع الجمهور. ولكن ملي كتشوف الاثمنه كتلقى راسك قدام سؤال واحد: واش فعلا كاس العالم باقي للجمهور العادي او ولا غير الناس الاغنياء؟ شهدت أسعار التذاكر قفزات تاريخية وصفها كثيرون بالفلكية. سياسة التسعير غير شفافة، فأرخص تذاكر عامة سعرها كان 5 أضعاف أسعار التذاكر في مونديالات سابقة، وتجعل المونديال الأغلى في التاريخ. في الايام الاخريه بزاف ديال الناس بداو كيهضروا على التيكي ديال كاس العالم 2026، لا سوا من التيكي ديال الماتش، الطياره وحتى لي زوطيل. حتى الناس اللي كان حلمهم يتفرجوا في ماتش واحد بداو كيتصدموا بالارقام والاسعار الخياليه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الحقيقه كامله. واش كاس العالم ولا غير الناس الاغنياء؟ شنو هما الاثمنه الخياليه اللي وصلت لهم تيكي وحده؟ واش هذا الشيء هذا يقدر ياثر على مردوديه ديال هذا الحفل الكروي العالمي؟ هادشي هذا كامل غادي تعرفوا في هذه الحلقه، بشرط تكمل حتى الاخر باش تخرج فاهم كلشي. وما تنساش دوز الانستغرام ودير معاك داك اللايك وابوني، ويلا بينا. المقارنه ما بين كاس العالم في قطر وامريكا 5 اضعاف. تذكرة واحدة بثمن سيارة، فهل تحول حضور المونديال إلى حلم بعيد المنال؟ إذا كنتم تحلمون بحضور مباريات كأس العالم القادم فيبدو أن عليكم أن تكونوا على قدر من الثراء. بقات قليل من شهر على الانطلاقه ديال كاس العالم 2026، ملي كيقرب كتجبد عليه الهضره بزاف. حيت ملي كنقولوا المونديال الناس كيتخيلوا الاجواء كيفاش دايره، الجمهور، داك الحلم ديال اي مشجع كره قدم، وخصوصا هاد النسخه الجايه حيت غادي تكون مختلفه على اي نسخه كانت من قبل. امريكا، كندا والمكسيك كاملين غادي ينظموا هاد البطوله، 3 دول وثلاثه ديال الثقافات وثلاثه ديال الانظمه مختلفه ومسافات بعيده بين الدول، وكالعاده المصاريف كتطلع ديما. قبل بعدا ما نهضروا على الماتشات والاثمنه وهذا العالم، خصنا نعرفوا شنو كيجي معاهم. حيت كيما عارفين فين كتنظم شي حفل كروي كبير بحال هذا راه ما كتبقاش باش تحضر وتمشي تتفرج وترجع وصافي، خصك فيه الجباس والطياره والعالم بزاف. دابا تخيل سيدي معاك واحد المشجع مغربي باغي يمشي يعيش واحد التجربه تما، يتفرج يعيش الاجواء، ماشي في اي بي ولا شي حاجه، غيتفرج عادي ويرجع. اول حاجه غادي يتصدم بها هي التيكي ديال لي ماتش، حيت اصلا دابا الناس كاملين كيتسابقوا عليهم قبل الوقت، تسجيلات والطلبات كتزاد. حيت كاين واحد التخوف كبير لا وقع لهم البلان كما كان وقع في مونديال قطر، في الازمنه كيطلعوا بزاف في كتقرب البطوله. المشكله اللي كيفس من هكا ماشي غير واش تدخل الماتش ولا شي حاجه، شنو هو الماتش اللي غادي تختار؟ حيت راه كاينين شي ماتشات كبارين اثمنه فيهم راه ما يمكنش، بحال الدومي فينال، كارت فينال، لي ماتش كبارين ديال المنتخبات كيكون عليهم واحد الطلب زايد، اذا الثمن غادي يكون طالع. سير سيدي حنا نقولوا ما بقاش في التيكي، مشكل كبير هو داكشي اللي حدا التيكي، بحال مثلا تنقول الطياره بوحدها ممكن تاكل لك الميزانيه ديالك كامله اللي جيتي بها، خصوصا الا كنتي باغي تتبع المدن وتتبع المنتخب ديالك. حيت ماشي بحال المونديال اللي قبل، قطر كان كلشي قريب، لدرجه في قطر تقدر تحضر كاع لي ماتش في نهار واحد. تما داكشي بعيد، تقدر مثلا تكون في ميامي، لا غد لا تمشي لدالاس، ولا تبغي تمشي لنيويورك، حتى لدرجه كاع تلقى راسك في المكسيك انت كتفرج في المنتخب ديالك تما. دونك الاثمنه طالعين. ومن بعد فين كتسالي تنقول كيجيوك لي زوطيل، فين كاين واحد القاعده اللي حنايا كاملين عارفينها، كنظن بلي واضحه: كل ما تزاد الطلب الثمن كيتزاد معاه، حيت مع داك الضغط ديال الجمهور من العالم كامل الاثمنه ديال السكن غالبا كتطلع، درجه الناس كتلقى راسها خاسره واحد البيدجي كبير في واحد السكن اللي هو عادي بزاف، ماشي وزيد عليها الماكله والتنقل والفيزا واش لا ما يتقال، والحاجات اللي بساطين كتلقى راسك خاسر فيهم بزاف، وكتلقى راسك خاسر الزبابل ديال الفلوس، في الاخر تجلسي شهر وتمشي في حالك. اما الا دخلنا في الكره هذيك بوحدها هضره اخر، واللي واحد بين قوسين ما عاد كان يكون هذا المونديال هذا في امريكان، انه كما عارفين امريكان ماشي الشعبيه ديالها الاوليه هي كره، وبزاف ديال لي ماتش عطانا واحد الاشاره باللي نقدروا ما نشوفوش شي مونديال يكون واعر، بحال مثلا كاس العالم الانديه، لي ماتش ودي اللي تلعبوا تما في امريكان وخليها على الله. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. أما بالنسبة لمباراة النهائي أو الفاينل فأقل تذكرة سيتجاوز سعرها $2000. Making the reasonable decision to keep it at an acceptable level in order to reduce the burden on traveling fans, they multiply the price by 5. It is incomprehensible. أن هذا السعر ل 11 مليون ونص هو لتذكرة عادية لمقعد عادي بالبلوك 307 صف 22. كاينين بعض التوقعات كيقولوا بعض التيكيات في الماتشات الكبيره، ماشي توقعات اللي راه بصح راه كاينه، وصلوا ارقام خياليه، خصوصا فين كيكونوا ماتشات كبار اولا فراقي معروفين، وحتى من جهه السكن في بعض المدن الامريكيه بحال نيويورك ولاس فيغاس، هما اصلا من اغنى المدن في العالم. اما جاني انفانتينو الرئيس ديال الفيفا كان من قبل هضر على مونديال 2026، قال بلي غادي يكون من اكبر البطولات في التاريخ ديال الكره، سواء من ناحيه الجماهير او المداخيل الماليه، وهادشي هذا بوحدو خلى الناس بزاف تتوقع ان الاسعار غادي تطلع، وداكشي اللي كان، خصوصا مع العدد القياسي ديال الناس اللي باغيين يحضروا. مع هادشي هذا الرئيس ديال الامريكان دونالد ترامب براسو صرح ونتقد الفيفا، بحيث انه قال انا ما غاديش نعطي $1000 باش نحضر واحد الماتش في كاس العالم. فعلا هاد التصريحات هادو كانوا عندهم واحد التاثير، بحيث الثمن نقص شي شويه مقارنه كما كان قبل داك لي سيت ديال الفيفا فين كيتباعوا. ولكن مع هادشي كامل كاينين الناس بزاف مستعدين باش يمشيو،
شنو ما كان غادي يمشيو. وعلاش هادشي؟ حيت كاس العالم ماشي غير ماتشات ودايزين، حيت فقط باش تعيش تجربه كاس العالم في حد ذاتها حاجه اللي واعره. نعطيو مثال سيدي، انك تكون كتفرج في المنتخب في وسط المغاربه وفي وسط داك الاجواء، راه شي حاجه اللي واعره، وهذه بوحدها كتخلي الناس يجمعوا الفلوس لسنين، خصوصا بعد الانجاز ديال المنتخب الوطني في 2022 في قطر. الحماس زاد مقارنه بالاعوام اللي كانوا قبل، حيت بزاف ديال الناس ما فكروش انهم يمشيو لقطر، وكان ممكن انهم يمشيو، دابا راهم نادمين. هادشي اللي خلى بزاف ديال الجمهور المغربي تكون عنده واحد الرغبه باش يحضر لهاد المونديال الجاي، ويتوقعوا ان المنتخب يمشي شي بلاصه مزيانه. يزيد على هادشي كاين واحد الحاجه اخرى ماشي بزاف ديال الناس كيهضروا عليها، وانه كاينين بعض الشركات ولا السماسريه ولا بالاحرى كما كنقولوا لهم حنايا المارشي نوار، كيبداو كيستغلوا هذا الحماس اللي كاين في الناس. كتلقى مثلا تيكي عاديه وهي اصلا بداك العاديه راه غاليه، كيمشيو كيدوبلوا لها الثمن وكيدوزوها الناس، وكتسمى غير بخاطر المونديال حاضر يدوزها. باش تكون عارف راه كاينين شي تذاكر في بعض الماتشات الكبيره خصوصا الفينال وصلوا حتى ل 30,000 دولار في بعض مواقع اعاده البيع. يعني تخيل معايا الثمن ديال تذكره ديال ماتش واحد تقدر تشري طوموبيل وتشري بها تدار كاع. وكما قلت لكم المشكله ماشي في التيكي، راه المدون براسهم معروفين بالغلا. وبعض التقديرات كتقول باللي ممكن واحد الفنادق يوصلوا لواحد الارقام عمرهم كانوا في ليله وحده. زياده ديال هذا الشيء هذا نقدروا نفسروها في واحد الحاجه اللي بدورها راجعه للطلب الزايد على هذا الشيء. اي بلاد كتنظم شي حاجه كبيره، لا سواء من الكره ولا اي رياضه كما كانت عامه، كيبغيو يستغلوا داك الاقتدار الكبير اللي كيجيهم اما من السياح ولا الناس اللي جايين من برا، فكيحاولوا انهم يستثمروا فيهم ويدخلوا منهم اكثر عدد من الفلوس باش يعوضوا داكشي اللي خسروا في التنظيم. وبزاف فالطبيعي تلقى الاسمنه تزادوا بالدوبل ولا بالتريبل مقارنه بالايام العاديه. صار امريكان غاليه راه بالعاديه ولا بلا عاديه. وملي جبنا سيدي كاس العالم، تخيل معايا سيدي المغرب يدي كاس العالم، هاني تحمستي شويه لاني ما تعرف وصل شي حاجه بعدا مزيانه ان شاء الله، ما تعرف كلشي قريب. دابا السؤال اللي كيدور لي في راسي، واش شي مشجع عادي قادر انه يعيش هذا الحلم هذا، ولا الكره العالميه وكاس العالم وهذا الشيء هذا بدا كيبعد على الجمهور العادي؟ نتايا الا وصلت لهنا ما تنساش بديك لايك وابوني والعالم كامل. وإلا عجبك هذا الفيديو ما تنساش راك عارف شنو دير. دابا كان في هذا الفيديو كان معكم حسان، تهلاو.